حمامة ابتلعت فاكهة حمراء لامعة وفجأة اتحجرت زي الحجر. سنجاب طلع ريموت وضغط على الزر الأحمر ورجعت الحمامة طبيعية. بعدين فك باقي الحمام واحد واحد، لكن أول ما رجعوا ركضوا على طول على الفاكهة، ومهما حاول السنجاب ينقذهم كانوا دايماً بيرجعوا ياخدوا الفاكهة. السنجاب فهم إنهم مش قادرين يقاوموا الإغراء، جرب كل حاجة، شالهم بعيد ودفعهم على جنب، بس مفيش فايدة. في مرة جزء من العصير طار جوه بقه واتحجر قبل ما يضغط الريموت. الحمام اتحيروا شوية وبعدين ركزوا تاني على الفاكهة، وقريباً كل الحيوانات اتحجرت. لحسن الحظ فاكهة وقعت على حمامة وخبطتها على راسها، ووقعت على التانية، والحيوانات وقعت زي الدومينو. واحدة وقعت على السنجاب وخليته يضغط الريموت وكل الحيوانات رجعت طبيعية. السنجاب خاف، مسك الفاكهة وجرها بعيد، لكنه ما خدش باله إن الكرز وقع بالظبط في معلقة راجل. ودلوقتي السؤال، هل الراجل ده هيقدر يعيش